بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فيديو النهاردة كده خفيف ولذيذ وسهل. فطيرة السلطان يعني. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة ولذيذة. ولو عايزين اي تغيير كده وحاجة لذيذة فبصراحة هي جميلة قوي، والحشوة بتاعتها والخلطة اللي انا هعملها تنفع كده سندوتشات كده برا برضو. هجيب لكم الخطوات واحدة واحدة، وهحط لكم المكونات بالظبط في صندوق الوصف. هنا اول حاجة هعمل الحشوة بتاعة الفطيرة، وهي عبارة عن بصلاية مبشورة هحطها بقى في الزيت كده تدبل كده، واحط عليها الفراخ المتقطعة قطع صغيرة، هديها تشويحة كده. طبعا هضيف عليها الملح والبابريكا، معلقة كبيرة بابريكا وكمون وكزبرة. طبعا البهارات اختياري يعني زي ما تحبي، بس البهارات اللي حطيتها دي يعني وديتها في حتة تانية. وحطيت عليها فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، واديتها تقليبه كده، ورشة زعتر فرقت معاها جدا يعني في المكونات او في الطعم والريحة. حطيت عليها معلقة صلصة، وهبدأ ان انا اقلبها كده، وهسيبها طبعا لما تشرب السوائل اللي فيها خالص، عشان طبعا هضيفها على العجينة مش عايزة فيها اي سوائل. هغطيها لغاية ما تستوي وتشرب السوائل بتاعتها، وابدأ طبعا اجهز العجينة عقبال ما هي تستوي كده وتشرب السوائل بتاعتها. هبدأ طبعا احط المية واحط. طبعا العجينة دي سهلة جدا، مش هتقعدي تستني لما تخمر او تاخد وقت معاكي عقبال لما بس الخلطة تستوي. هنكون ان شاء الله عملنا العجينة. ضفت هنا المية وهضيف عليها الخميرة وهضيف عليها السكر، واديها تقليبة كده، واحطها على جنب لغاية اما تتفاعل الخميرة عشان نشتغل على طول. يعني 5 دقايق بس، بس ما تظبطي حالك ودنيتك كده هتكون الخميرة اتفعلت. ضفت هنا السكر وهسيبها في جنب زي ما قلت لكم كده تتفاعل. هحط طبعا المكونات طبعا السايلة كلها الاول، وبعد كده هنبدأ بقى بالمكونات الجافة. هحط عليها بقى بعد ما سبتها 5 دقايق، اقوم راح حاطه عليها الزبادي، نص كوباية زبادي، وهحط عليها لبن بودرة اللي هو نادو اي لبن يعني، او لبن سايب او كده. ماشي، هحط عليها. وطبعا انا كنت ضفت برضو مع دي بيكنج باودر برضو، بس نسيت ان انا اصورها يعني. هبدأ بقى ان انا اضيف الدقيق بتاعي واحدة واحدة كده لغاية اما العجينة طبعا تتلم، لان كل دقيق يعني على قد بيشرب السوائل على قده، يعني مثلا كل نوع دقيق مختلف يعني. طبعا عائشة هي اللي بتحط المكونات، فتسلم ايديكي ايش. المهم ان انا هعجن هنا العجينة لغاية اما تتلم معايا. تقريبا خدت هنا معايا حوالي 4 كوبايات الا ربع تقريبا كده. هضيف طبعا الدقيق حبة 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 لغاية اما العجينة لمت معايا. بعد ما العجينة تلم معايا كده هبدأ احط عليها يعني تلت كوباية زيت كده، هلم بيها العجينة. وبعد ما لميتها كده، هي العجينة بتطلع في الاخر ما بتلزقش، يعني ماسكة نفسها كده وحلوة. ماشي، هبدأ بقى ان انا اقسمها بالنص بالظبط، يعني امسك العجينة كده اقسمها بالنص بالظبط، وهبدأ افرد اول جزء على شكل كده مستطيل، اللي هو على شكل الصينية اللي انا هعمل فيها. هجيب صينية مستطيلة كده، هدهنها دهن الزيت، وابدأ افرد اول نص فيها على شكل مستطيل كده. انا زي ما قلت لكم كده قسمتها بالنص بالظبط، وجبت الصينية دهنتها زيت، وهبدأ ان انا افرد اول نص على شكل كده الصينية بالظبط. فردت هنا اول نص. طبعا كده الحشوة كده خلصت، وكانت شربت السوائل اللي فيها كويسة، وبقت زي ما انتوا شايفين كان منظرها يعني وطعمها وريحتها وكل حاجة جميلة.
حطيتها وحطيت النص التاني برضو فردته نفس المستطيل، قمت حطاها عليه وابدأ اتنيها لتحت، ابدأ اتني الاطراف بتاعتها لتحت كده، وبعد كده اقوم رايحة ابدأ ان انا ابططها كده على شكل الصينية بالظبط. تمام، هبدأ بقى ان انا اجيب اللبن واديها دهنة كده من اللبن عشان تاخد وش، وبالشوكة كده اديها كام خرم كده عشان ايه ما ترتفعش معاكي. تمام، وهبدأ بإيدي كده أعمل لها ايه يعني زي ما يكون تقطيعة كده، زي ما أنا أكنها هطلعها من الفرن وأقطعها، إيه اللي هي الفواصل. وفي الفواصل دي هبدأ اديها رشة جبنة موتزاريلا كده، وممكن مع الحشوة من جوه تدوها برضو ايه رشة جبنة برضو، وحبة سمسم وحبة البركة، وتدخلها بقى تاخد اللون الجميل ده. وبألف هنا على قلبكم يا رب. بصوا وصفة جميلة وسهلة، متنسوش تجربوها وتقولوا رأيكم. وفي آخر الكلام هقولكم سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.